ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل طريقه حلوه قوي للحلويات البارده، سهله وبسيطه وما بتحتاجش مجهود ولا اي حاجه خالص، ومكوناتها اكيد موجوده في البيت علشان مكونات اساسيه عندنا في البيت. بس بجد حاجه وهم وطعم خرافي. اهم حاجة انها من غير بيض ومن غير سمنة ومن غير شوكولاتة. احنا هنعمل الشوكولاتة عندنا في البيت اقتصادية وبسيطة وما بتاخدش مجهود خالص، وحاجة كده سهلة قوي ومش بمكونات كتيرة ولا حاجة. بس لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي نورة جمال، ولايك وشير وما تنسيش تضغطي على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، وتكتبي لي كومنت حلو. اول حاجة كده بقى معايا للطريقة، معايا كسرولة او طاسة، اي حاجة ايه متوفرة عندك، ومعاهم 5 معالق من الزيت بس يكونوا كبار. ممكن تبدلي الزيت بزبدة او سمنة عادي، بس انا حبيت اعملها بزيت علشان تكون خفيفة على المعدة ومش تقيلة. اول ما الزيت يقدح معانا ويسخن جامد بالشكل ده، هنزل بكوباية الا ربع من الدقيق. طبعا الدقيق لازم يكون منخول كويس علشان تتأكدي من ان هو جاهز للتحضير. بقلبه تقليبتين كده في بعض، قلبه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة يكون الزيت او السمنة اللي انت حطاها على النار تكون سخنة علشان الدقيق ينزل يعمل الطشة بتاعته دي. بعد ما قلبته تقليبتين كده بالشكل ده، معايا 4 معالق كبار من اللبن البودرة. انا حطيته بس الكاميرا فصلت مني، هو ده اللبن البودرة. حطيته 4 معالق كبار وبقلبه بقى بالشكل ده. بس خلي بالك لان اللبن البودرة بيلسع في ثواني. لازم تقليب مستمر، عشان لو ما قلبتوش تقليب مستمر هتلاقي حتة اتحرقت وحتة بيضة، فاحنا لازم نقلبه تقليب مستمر. بفضل اقلب فيه بالشكل ده. انتوا لو تلاحظوا في حتت لسعت مني، بس يعني ده حاجه عاديه لان انا هحمر فيه شويه. ممكن تعمليه فاتح وممكن تغمقيه زي ما انا هغمقه، اللي انت عايزاه عادي. اهم حاجه ان الاتنين يتحمروا كده كويس بالشكل ده كده. بصوا خد اللون اللي هو ذهبي مش بني، انا مش عايزاه بني، انا عايزاه ذهبي كده بالشكل ده. اول ما احس ان هو سخن قوي ارفعه من على النار علشان بيتلسع مني بطريقه سهله. لمده دقيقتين او 3 بس تقلبي فيه. اللون اللي انت عايزاه ممكن اصفر فاتح، وممكن ياخد اللون الذهبي الغامق اللي انت عايزاه خالص. فبراحتك. هو نفس الطعم اللي هيطلع عادي. انا بقى حبيت اعمله بزيت بس علشان يبقى خفيف على المعده ومش تقيل. انت ممكن طبعا تحطي سمنه، زيت او زبده اللي انت عايزاه، او ممكن تعملي ميكس كده مع بعضه، الزيت والزبده او السمنه عادي. فاللي انت تحبيه عادي. خد اللون الذهبي الغامق ده. واهم حاجه التقليب المستمر. معايا بقى كسرولة بالشكل ده، حطيت فيها لتر من الحليب او 4 كوبايات، هو 4 كوبايات من اللبن، اللتر بالظبط 4 كوبايات. وحطيت عليهم نص كوباية من السكر، ممكن تكتري سكر وممكن تقللي براحتك. وحطيت 2 من الفانيليا. وهقلبهم كده. السكر حسب رغبتك، انا حطيت نص كوباية علشان يبقى مظبوط، مش مسكر قوي ومش عادب خالص. انتي ممكن تكتري في السكر او تقللي حسب رغبتك عادي. اللبن مع الفانيليا مع السكر مطلعين ريحة بجد تحفة، حلو قوي. ممكن تدوقيه. انا حبيت ادوقه كده علشان اشوفه مظبوط او اذا كان عايز سكر تاني او لا. بس لقيته مظبوط. حطيت بقى الدقيق واللبن البودرة اللي انا محمراهم في كسرولة كبيرة شوية، عشان الطاسة اللي انا كنت عاملاها صغيرة. اللبن البودرة والدقيق لازم يكون بارد، واللبن يكون سخن لسه مغلي، لازم يتغلى. او العكس، ممكن اللبن هو اللي بارد والدقيق واللبن البودر يكون سخن. اي حاجة بس لازم يكون واحد بارد وواحد يكون سخن. بقلبه بقى بالشكل ده لحد ما يدخل معايا اهو. تخن معايا بالشكل ده. لو عايزاه سايل شوية ممكن تخففيه بلبن، ولو عايزة اطخن شوية ممكن تسيبيه على النار شوية. لكن انا عايزة سمكه كده، ما يكونش سايل قوي وما يكونش متماسك جامد. انا عايزاه بالشكل ده كده. بعد كده بحطه بقى في بولة او في كاسات اللي انتي عايزاه، او كوبايات، اي حاجة متوفرة عندك ممكن تعملي فيها عادي حسب الكمية بقى بتاعتك. انا حطيته في اطباق ازاز بالشكل ده، يعني الاطباق العاديه بتاعت الجيلي. بهز فيه هزه كده بسيطه علشان يتساوى بس عادي.
وبعد كده هسيبه يبرد لحد ما اعمل الشوكولاته اللي احنا هنعملوها. شوكولاته اقتصاديه خالص وما بتاخدش حاجه، وفي نفس الوقت احنا اللي عاملينها يعني سهله قوي وبسيطه وحلوه جامد زي الشوكولاته بالظبط. معايا حطيت معلقتين من الكاكاو كبار، ونص كوبايه من السكر، ونص كوبايه من اللبن. اللبن يكون بارد ما يكونش سخن او دافي، وربع كوبايه من الزيت. ما تكتريش الزيت علشان مش من الافضل يعني تتزودي زيت. القوام بتاعي بصوا بقى عامل ازاي. بصوا لو خفيف معاكم وعايزين تتقلوه زودوا كاكاو. هو ده القوام اللي انا عايزاه بالشكل ده. الكاسات بتاعتي بردت شويه، هحط بقى الصوص الشوكولاته واسويه. شايفين؟ بجد تحفه. وكمان الطعم حاجه خرافيه قوي قوي قوي، يعني حاجه في منتهى الجمال. انا حطيت الكاسات اهو، حطيت الشوكولاته. هسيبها بقى في التلاجة لمدة ساعة او على حسب ما يجمد عندك. بس الشوكولاته يا جماعه اتغيرت بعد ما طلعت من التلاجة. لونها بقى العادي، الشوكولاته العادي بقى لونها فاتح كده ومظبوطه، اكنك كانت شوكولاته جاهزه وانت اللي مسيحاها في البيت. هي كده خلاص تماسكت كده في بعضها، بس مش متماسكه ناشفه، لا متماسكه حلوه كده بقى. تكون جاهزه ان انت تاكليها بقى بألف هنا وشفا. وممكن تقدميها لو كان في ضيوف عندك حاجه زي كده. وبعدين الدنيا حر يا جماعه، احنا عايزين الحاجات البارده دي حاجه كده حلوه قوي وما بتاخدش مننا وقت خالص، وفي نفس الوقت حلوه يعني بترطب علينا في الحر اللي احنا فيه ده. انا دقتها يا جماعه بجد ميكس رهيب، وحاجه كده في منتهى الجمال. انتوا لو جربتوها حاجه كده اول مره تدوقوها، بس حلوه قوي حلوه قوي بجد. ونفسي تجربوها بجد، حاجه كده مختلفه وحلوه، مش هتاخد منك وقت خالص. بس كده يكون الفيديو بتاعي خلص. ما تنساش في اللايك والاشتراك وتكتبي لي كومنت.